في اللحظة اللي إيران بتعلن فيها عن انتصارها التاريخي، إسرائيل هي كمان بتعلن عن نصرها الكبير، وحتى أمريكا على لسان ترامب بتقول انها طلعت المنتصر الكبير في المعركه دي. طب هي الناس دي بتهزر ولا ايه الحكايه؟ ازاي الحرب تبدا وتنتهي وكل الاطراف تطلع كسبانه لما الكل بيحتفل بالنصر؟ امال مين اللي خسر وعمال يكذب، ومين اللي انتصر بجد وحقق اهدافه اللي على الارض؟ هو اللي شفناه ده مجرد شو اعلامي كبير، ولا في طرف فيهم هو اللي بيضحك على الكل ولسه بيكمل خطته من تحت لتحت؟ طب مين فعلا اللي كسب الحرب دي، ومين اللي بيبيع الوهم لشعبه وبيحاول يدار على خيبته؟ ده اللي هنلخصه مع بعض في حلقه النهارده من الخلاصه. أول ما ترامب أعلن وقف إطلاق النار بين البلدين، راحت إيران أعلنت عن احتفال رسمي في الساحة الشعبية عندهم بمناسبة انتصار الدولة الإيرانية على أعدائها. بس الغريبة إن في نفس التوقيت ده بالظبط إسرائيل أعلنت عن احتفالية نصر تانية في ميدان رابين في وسط تل أبيب، حاجة كده زي ميدان التحرير عندنا. طب لما كل الأطراف بيقولوا إن هم انتصروا، وحتى كمان أمريكا على لسان ترامب بتتعامل مع الموقف على إنه انتصار سياسي، أمال مين اللي بيكذب بقى ومين اللي انتصر فعلا؟ بص يا سيدي، خليني أحكي لك. الحرب عشان يجي أي طرف يقول ان هو انتصر فيها لازم يكون قدر يحقق الاهداف اللي دخل عشانها الحرب اصلا، او حتى على الاقل يكون يا عم حقق معظمها. طب تعالى كده نراجع الاهداف بتاعت الدول الثلاثه في الحرب دي عشان نقدر نحدد مين فيهم اللي حقق اهدافه وهو فعلا اللي كسب الحرب. اول حد هنمسكه هو اسرائيل. مبدئيا كده كان هو اللي بدا الحرب دي ودخلها، وبدا بالاعتداء المباشر على ايران، وكان هدفه القضاء رقم 1 على البرنامج النووي الايراني وتصفيه كامل العلماء النوويين واسقاط نظام الخامنئي بالكامل، ده غير تدمير الهجوم والقدره الصاروخيه اللي عند ايران وتدمير دفاعها الجوي. ادي 4 اهداف. تعالى كده بقى نشوف ايه اللي اتحقق من ال4 اهداف دول. ولا اي حاجه حرفيا. اليهود بالفعل بداوا الحرب على ايران ودمروا لها كام هدف كده على الاراضي، وقصفوا كام موقع من المواقع النوويه، وفعلا اختلت لها كام واحد كده من العلماء النوويين الايرانيين، وموتت كام واحد في الحرس الثوري الايراني. لكن تيجي تبص في النهايه تلاقيها ما حققتش ولا هدف من اهدافها اصلا. طب نيجي للدوله الثانيه واللي هي المفروض الدوله اللي تم الاعتداء عليها، واللي هي ايران. ايران يا صديقي ما تاثرتش زي ما الاعلام الاسرائيلي كده كان بيقول عليها، بل بالعكس خالص. النظام الايراني وبرغم ان كانت شعبيته قليله، نظام المولالي قبل الحرب دي الناس هناك كانوا عاملين عليه ثوره، وفي جزء كبير عايز يشيله. تيجي تبص عليه بعد الحرب بتلاقي كل الناس واقفه في صفه وشعبيته زادت جدا، فهو كده اللي كسب. ده الموضوع وصل يا مؤمن ان المعارضه لنظام الخامنئي بقى دلوقتي بيدافع عنه اصلا. ضيف على ده بقى ان كل القيادات اللي ماتت تم استبدالهم، يعني تم تجديد الدماء، والكام عالم النووي اللي تم اغتيالهم في غيرهم بالمئات. طب نيجي بقى لمفاعل فوردو ونتنز اللي اتضرب، واللي هم اصلا قايمه عليهم العركه دي كلها. الحقيقه ان مفاعل فوردو ما اتدمرش خالص. والله ترامب طلع بيضحك علينا وبيسرح على الاعلام اليهودي والاعلام الامريكي عشان بس يبين ان هو ساعد اليهود وعمل لهم اللي ما يتعملش. كل الهجمات الامريكيه اللي ترامب امر بيها وطلعت وضربت المؤسسات النوويه في ايران، خصوصا منطقه فوردو ومفاعل فوردو، اتسببت بس في كام ضرر بسيط، والاضرار دي اصلا ممكن تتصلح. يعني كل اللي حصل زي ما تقول كده ان هم اخروا برنامج النووي لايران كام شهر، يعني ممكن ما تعديش سنه. ده غير اصلا ان كل اليورانيوم المخصب بنسبه 83% كان خرج من القواعد ديت قبل الضربه، وكان الايرانيين عارفين ان ترامب هيضرب، فالموضوع كله كان مسرحيه. والكلام ده مش في كلامي عشان ما تفكرش ان انا بس ببسط لك الموضوع، الكلام ده كلام وكاله الطاقه الذريه. طلعت وقالت امبارح ان هي دلوقتي في ازمه كبيره لانها مش قادره تحدد مكان 400 كيلو اليورانيوم اللي اتخصب اللي الايرانيين طلعوه من المكان. يعني اصلا بالعربي كده اخطر حاجه في برنامج النووي بتاع ايران المفروض كان يتضرب اختفت. عشان تبقى فاهم بس الكميه اللي هم 400 كيلو دول ممكن يعملوا فوق ال 15 قنبله نوويه لو الايرانيين فعلا كان عندهم القدره ان هم يوفروا الاماكن والقدرات المناسبه عشان يعملوها. تعال بقى نيجي للجانب الثاني، ان ايران اصلا ردت على اليهود رده ما كانوش متوقعينها، لدرجه ان هم زلزلوا اسرائيل كلها بصواريخ فرط صوتيه. الصواريخ دي عدت ال3 انظمه دفاع جو لحد ما عدت القبه الحديديه ونزلت خرمت اسرائيل. دي نزلت يعني دمرت لهم مدن ما اتدمرتش من ساعه ما اسرائيل دي اتبنت. اللي حصل فعلا كان صدمه بالنسبه للراي العام، الناس ما كانتش مصدقه ان هي بتتضرب، لدرجه ان الصحفيين اليهود في الصحف بتاعتهم خاصه يدعوت احرانوت من وقت ما ترامب اعلن وقف اطلاق النار وهم بيسالوا سؤال واحد بس: هو احنا فعلا كسبنا زي ما نتنياهو بيضحك علينا، ولا احنا اتخدعنا ودخلنا حرب مع الايرانيين ما كناش مستعدين ليها، ويا ريتنا على الاقل كنا حققنا هدف واحد من اهداف الحرب؟ لا النظام الايراني وقع، ولا النووي انتهى، ولا حتى صواريخهم البالستيه اختفت، بل بالعكس كل المدن الاسرائيليه هي اللي اتمسحت. ده لاول مره اصلا يحصل في تاريخ اسرائيل، وناس ماتوا واقتصاد اتدمر. ده غير مراكز مهمه جدا وحساسه زي معهد ويل زمان. المعهد ده كان مليان اختبارات وحاجات كنز بالنسبه لاسرائيل.
كل ده اتضرب. خد عندك بقى المطارات ومصافي النفط اللي اتضربت. بص من الاخر يعني اليهود ما كانوش متوقعين قوه الضربه دي من الايرانيين. خد بقى عندك، ودي اللي بالنسبه لي حاجه عظيمه قوي، يعني ان الايرانيين زي ما بيقولوا كده كسروا شوكه اليهود وخلوها البطل اللي كان عامل نفسه قوي وقادر على المنطقه كلها ومسيطر عليها، طلع في الاخر بطل من ورق مش عارف يدافع عن شعبه اللي كل شويه يدخله تحت الارض في الملاجئ. نيجي بقى للطرف الثالث في الحرب دي واللي هي امريكا، او بمعنى اصح ترامب. ده بالنسبه لي الصراحه اسرع واحد في الموضوع ده كله، وتختلف او تتفق معاه فالراجل ده بصراحه مقطع بطاقته، شاطر قوي سياسيا. ضرب منشات ايران النوويه بس بعد ما تم اخلاءها بالفعل. ده في تقارير صحفيه واستخباراتيه بتقول ان ترامب سرب لهم ميعاد الضرب اصلا، وكان متعمد ان هو يعمل كده عشان الايرانيين ما يسخنوش ويقوموا ضاربين القواعد الامريكيه اللي في الخليج، عشان بس يفضل مسيطر على الحرب كده وما توسعش منه. واللي يثبت لك كلامي ان الطيارات الامريكيه بعد ما قصفت المواقع رجعت تاني من غير ما حتى صاروخ فرط صوت كده يضرب فيها، ومن غير ما الطيارات دي تتجاوز اي خطوط حمراء او تقصف اي منشاه مدنيه، لان ده كان هيجنن الايرانيين. وترامب ذكي عمل كده عشان ما يحطش نفسه في مواجهه مباشره مع الايرانيين هتستنزف الاقتصاد الامريكي، والشعب اصلا الامريكي على اخره هيموت ويشيل ترامب. شوف بقى الحركه كده والتركه اللي عملها ترامب دي عملت معاه في البلد، زودت من شعبيته بنسبه كبيره قوي، خاصه عند الشعوب الاسرائيليه واللوبي الصهيوني اللي في الكونجرس. اللوبي ده اصلا اللي هو ساعده وزقه عشان يوصل للحكم، ده غير بقى اللي كسبه عند الحزب بتاعه الجمهوريين، وعند الناس اللي بتأيده في التيار اليميني القومي اللي هو اصلا بيدعم اسرائيل. دول شايفينه راجل قوي بينفذ اهداف امريكا واهداف اسرائيل من غير ما يخش في اي حروب، وقادر يلعب دور الحرب والسلام مع بعض. الله يرحمك يا رئيس انور السادات، والله فكرني بيه. حد هيقول لي بقى ادام اسرائيل طيب ما حققتش اهدافها يعني بتحتفل ليه؟ ببساطه يا صديقي لان نتنياهو هو اللي عايز كده، عايز اي صوره من صور الانتصارات عشان يهرب بيها من مشاكله الداخليه. الراجل ده اصلا كان هيتحاكم، ده متهم في جرائم فساد وجرائم حرب بتطارده لحد دلوقتي. وفعلا بعد ضربات الجو بتاعت امريكا عرف يبيع لهم الموضوع ده، يعني زي ما تقولوا كده واحد يهودي. طب السؤال دلوقتي هو مين فعلا اللي كسب الحرب والفائز الاكبر من اللي حصل ده كله؟ بص خلينا نسال السؤال ده بس بشكل تاني، هو مين اللي كسب الجوله دي؟ لان الحرب اصلا مكمله. اللي حصل ده ما هو الا مجرد جوله محسوبه بدقه، كل طرف فيها كان عارف هو بيعمل ايه، محدش دخلها هو عايز يدمر التاني، الا طبعا اسرائيل اللي كانت عايزه تشيل النظام الملالي كله، بس اكتشفت في اخر لحظه ان هي دخلت عش الدبابير، وكان لازم تخرج بسرعه وتجهز نفسها قبل ما تخسر كل حاجه وترجع تاني في جوله مره تانيه. والدليل على كلامي ده ان امريكا هي اللي دخلت ووقفت لها الحرب، ودلوقتي بتسحب ايران تاني عشان تقعدها على ترابيزه المفاوضات، وستيل ايران منتصره، ولسه برضه اليورانيوم بتاعها المتخصب زي ما هو، وبرنامجها النووي لسه شغال. طب ايه اللي ممكن يحصل الفتره الجايه؟ الوضع ممكن يمشي في اتجاهين، يا اما هنشوف الطرفين بيهدوا الدنيا وبيتفاوضوا على ترابيزه المفاوضات، وهو ده السيناريو اللي لو عملوه هيبقوا الثلاثه طلعوا كسبانين. السيناريو الثاني بقى وهو السيناريو الاخطر واللي انا اتوقعه، لان الاسرائيليين دايما غدارين، اليهود هيرجعوا تاني للحرب وهيرجعوا يضربوا ايران تاني. ساعتها بقى الجوله دي لو قامت فهي مش هتقف تاني. هنشوف اللي هيحصل الفتره الجايه والموضوع هيوصل لحد فين. بس كده يا سيدي، لو وصلت معانا لحد هنا اعمل لنا لايك واشتراك في القناه، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان توصلك الخلاصه. سلام.